طب سيدنا ابراهيم عمل ايه بقى في الدنيا؟ سيدنا ابراهيم قلب الدنيا، سيدنا ابراهيم غير الكون كله. هو عليه الشيطان همه ايه؟ في النهايه تصطدم مع الله. كل الانبياء من بعد ابراهيم عليه السلام اولاده عليه السلام. فسيدنا ابراهيم حاجه ضخمه، ما فيش حاجه في حياه سيدنا ابراهيم ذكرت الا ابتلي فيها. قول لي كده ايه مكونات حياه سيدنا ابراهيم وهقول لك ابتلاءه كان فيها ايه. طيب ليه سيدنا إبراهيم يعني قلت عليه الكلمة دي إن هو نموذج في علاقة العبد مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هو سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني انت لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى وصفه ازاي هتعرف قيمته. هذا الرجل رجل عظيم عظيم عظيم، حاجه كبيره جدا جدا في هذا الكون. يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام جه في ثالث مرحله من مراحل هذا الكون، هذا التكوين الكوني اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. فكان اولها الانشاء وهو سيدنا ادم، وبعد كده التحول الى مواجهه الكفر في سيدنا نوح، وبعد كده زوال الدنيا، خلاص الدنيا زالت كلها، ثم جاء الشرك منظما على عهد سيدنا ابراهيم. الشرك في كل صوره منظم. يعني كان في الناس على عهد سيدنا نوح كانوا بيعبدوا اصنام وهم جهال، يعني خدهم الشيطان بالراحه كده، خلاهم اشركوا بالله تعالى وقال لهم الاصنام دي كانت الهه بتعبد، بدل ما هم كانوا علماء صالحين لا دي الهه بتعبد، فغروهم وضللهم. لا فالشيطان عرف بقى ان المساله لا ده محتاجه ترتيب تاني خالص، محتاجه ان كل منطقه يكون لها الهها المعبود بتاعها، علشان اذا فلتوا من ده يقعوا في ده. فلما كان في سيدنا ابراهيم عليه السلام كانوا بقى بيعبدوا النجوم والكواكب والاصنام، ولذلك لما كان هو عليه السلام بيستدرجهم قال لهم هذا ربي في الكوكب، هم صدقوه ليه؟ لان هم كانوا ايامها بيعبدوا الكواكب. فكان الكون في هذا الوقت بين عباده الحجر وعباده البشر، كانوا بيعبدوا الاصنام وكانوا بيعبدوا الحكام. فكانوا بيعبدوا مثلا ملك مصر ده كان معبود عندهم، النمروز ده كان بيقول لهم بيقول انا احيي واميت. النمروز ده كان عامل نفسه اله بيعبد. ومكه ما كانش فيها، اللي هي اقام الدنيا اقيمت على مكه، ما كانش فيها حاجه خالص، كانت صحراء جرداء، لا كان فيها دين ولا دنيا يومها. فكان الشرك منظم جدا جدا. وبعدين الشيطان بدا يضيف اليهم الوان اخرى من الوان الكفر. يعني مثلا في عهد سيدنا ابراهيم نشأت الكفران الفطري. يعني واحد فطرته ان الرجل يتجوز امراه، لا غيرها لهم، لا انتوا مالكوش دعوه بالنساء، انتوا الرجل مع الرجال والنساء مع النساء. حتى لما بيسالوا محمد بن الحنفيه ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيقول هلك نساء قوم لوط مع رجالهم او مع رجالهن، فقال حاشا لله، الله اعدل من ذلك. عندما اكتفى الرجال بالرجال اكتفى النساء بالنساء، هم كمان مشوا في الموضوع، اكتفى النساء بالنساء فهلكوا جميعا. ده كان على عهد مين؟ ده كان على عهد سيدنا ابراهيم، وكان تلميذ من تلامذته اللي هو نبي الله لوط. فالشيطان اضاف لهم الى الكفر شهوات واهواء تمنعهم حتى من التفكير في الدين. ليه؟ لان هو بقى عنده عقدتين، عقده الدين وعقده الشهوات اللي وقع فيها. يعني انت اما تكلم واحد كافر عادي كده سهل ممكن يقتنع، اما تكلم واحد من الشواذ تلاقي عنده عقدتين. فين بقى اما تقنعه؟ لما تيجي حتى تقنعه بالدين يقول لك ايه؟ طب وايه رايكم في الشذوذ؟ ايه رايكم في عالم الريمبو؟ ايه رايكم في كذا؟ يعني هو بقت عنده عقدتين. كل ده حصل على ايام سيدنا ابراهيم. طب سيدنا ابراهيم عمل ايه بقى في الدنيا؟ سيدنا ابراهيم قلب الدنيا، سيدنا ابراهيم غير الكون كله عليه السلام. الاول لو شفت اوصافه ما فيش حد وصف في هذا الوجود، شوف بقول لك في هذا الوجود اوصاف زي ما وصفت لنبي الله ابراهيم، منها انه الخليل، والخليل دي يعني شده الحب. قال الله تعالى واتخذ الله، ولا اتخذ ابراهيم؟ يعني ابراهيم اتخذ الله خليلا ولا الله إبراهيم؟ انت عارف بقى فرق بين ان تريد وان تراد. فسيدنا ابراهيم اريد، يعني الله اراده لنفسه، كما قال لسيدنا موسى، قال الله لسيدنا موسى اولئك الذين اردت، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني صفوه الحب والود والخله في صوره بشر. واتخذ الله ابراهيم خليلا، دي واحده منها. مثلا قال اني جاعلك للناس اماما، سيدنا ابراهيم امام الدنيا. وفي آية أخرى ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، يعني هو اعتنى كان ذكي عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى وفقه انه يقيم هذا الوجود على التوحيد. ازاي؟ ما كانش بيهتم بنشر الدعوة قبل الإعداد لها. عندنا قانون بيقول ايه؟ إذا تعارض الإعداد مع الانتشار يقدم الإعداد على الانتشار. القانون ده بالحذافير سيدنا ابراهيم عمله. عد نفسه الاول يعني؟ لا هو كان معد. امال ايه تقصد بالاعداد؟ الاعداد يعني مثلا نبي الله ابراهيم كان في قومه كان في حد مسلم معاه؟ لا كان لوحده في قومه. ولما القي في النار كان لوحده. هم لو يعرفوا ان في حد مؤمن معاه كانوا برضه حرقوه. فاليوم اللي هو كان فيه حتى لما القي في النار كان من دعائه فيما اورده ابن كثير اللهم انك واحد في السماء وانا وحدي واحد في الارض اوحدك، فنجاه الله مما فعل. لما جه خرجت معاه
معاه سارة عليه السلام زوجته، وخرج معاه لوط عليه السلام. أما لوط راح لقوم سدوم بقى رسول لهم، ومن بعديه شعيب بقى رسول أيضا لسدوم دي يعني في الأردن، ومن بعديه في نفس المنطقة أو قريب منها شعيب كان بيعالج مع الكفر مشكلة اقتصادية. ما هو بقول لك الشيطان نظم لهم الكفر عشان يحببهم فيه. ما هو لما ينشأ المال هيخليه لك شرك برضه. أيوة. ما تنشأ الشهوات يخليها لك برضه شرك. هو الشيطان همه ايه؟ في النهاية تصطدم مع الله. حتى الأكل والشرب، الأكل ده أكل حلال خلاه لك خمرة وخلاه لك مخدرات. مش قال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طب وبعدين ده الأكل والشرب ده مجرد أكل وشرب. لا، هو الشيطان هيستخدم لك أي حاجة حلال أو حرام في إنك تصطدم مع الله. معايا؟ فقال الله عز وجل ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وبعدين الصدام مع الله تعالى بقى، ناس هتنكر الدين، ناس هتتجاهله، ناس هتقلل من قدره. ليه؟ إذا اعتلت الشهوات اعتلت معاها التحديات للدين. واحدة متبرجة خلاص، لكن واحدة متبرجة وحاسة ان الدين بيقول لها لا تتبرجي، حاجة من اتنين: يا اما تخضع لامر الله تعالى وتبقى من العابدات، يا اما انها تتحدى وتنكر وتتجاهل لحد ما تلاقي نفسها في صدام حقيقي مع هذا الدين. فالشيطان عمل لهم ايه؟ عمل لهم حواجز بقى. فسيدنا ابراهيم ده المجتمع اللي كان سيدنا ابراهيم فيه، عمل ايه بقى سيدنا ابراهيم؟ اعد بقى لما شاف الحياة حواليه، عرف ان في جيل لازم يجي يصلح كل اللي متكسر ده. فسيدنا لوط راح لسدوم، ومن بعديه شعيب راح لمدين، ومن بعدهم نبي الله إسحاق راح للشام وما حولها، ونبي الله يعقوب وأولاده راحوا مصر وما حولها. سيدنا إسماعيل راح لمكة وجزيرة العرب. ايه اللي احنا قلناه؟ دول كلهم ولاده. قال رب هب لي من الصالحين. فاول ما ساب المجتمع الفاسد على طول، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فاما اسحاق راح للشام، واما يعقوب راح مصر بولادهم. فاسحاق طلع منه مين بقى؟ طلع منه بقى موسى وعيسى وزكريا ويحيى وايوب وداود وسليمان وكل انبياء بني اسرائيل جايين من اسحاق. وكذلك يعقوب ويوسف، بس دول كانوا في الشام، ونبي الله يوسف واولاده حكموا مصر. فكل مكان نبي الله ابراهيم خرج منه بسبب دينه، ربنا ابدله واحد من اولاده اصبح نبي هذا المكان وملكه. يعني هو خرج بس انجب واحد في جزيرة العرب بقى هو النبي بتاعها، ومن بعديه كل انبياء جزيرة العرب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا اسماعيل عليه السلام. السدوم كل بلد كان فيها مصيبة شرك مع اهواء وشهوات. سدوم كان فيها قوم لوط، سيدنا لوط عليه السلام راح عشان يعالجهم، ما تعالجوش استؤصلوا. شعيب نفس المسألة، المدين. بنو اسرائيل انبياء متعاقبين. دول مين بقى؟ دول كلهم ولاده. مش المقصود طبعا ولاده في النسب يعني لا، كلهم نسب. سيدنا لوط ما هو ده ابن اخوه. ايوه. يعني حتى في بعض قالوا ان ابنه في العقيده او كذا، لان كل نبي اب لقومه. ابن كثير قال كده رحمه الله، قال كل نبي كان ابا لقومه. قال لوط هؤلاء بناتي، لم يقصد بناته اللي في بيته، بناتي اي بنات قومي هن اطهر لكم. فسيدنا ابراهيم قلب الوجود. فكان بيعد بقى، فهم ان اولاده دول هم الفاتحين لاراضي التوحيد. هو عارف ان لازم يكون في جيل جديد، فعمل ايه؟ اعد جيل جديد من ولاده، لان هو الوحيد اللي كان بيدعو الى الله في هذا الوقت. بس نظم بقى، بدا ينظم. قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، كده التامين العقدي. قال يا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ده التامين العبادي. قال اني جعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي. هو عنده علو همه في حياته وفي أولاده، رفعهم إلى حيز النبوة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كل اللي جاي، حتى ابن كثير رحمه الله تعالى يقول لقد كان من بعد إبراهيم 1000 نبي كلهم من ذريته. 1000. اقرأ السيرة. طبعا في أنبياء لم يذكروا، لكن من بعد سيدنا إبراهيم كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام أولاده عليه السلام. فسيدنا إبراهيم حاجة ضخمة كبيرة جدا، ولذلك كل حاجة هو عملها أصبحت علامة من علامات الدين. كفاحه، صبره، هجرته إلى الله سبحانه وتعالى، ثباته على هدفه اللي ما تأثرش أبدا وهكذا. فهو كل حاجة عملها كانت تستحق إنها تبقى مصدر لمن بعده، إنه لو عايز يصل إلى الله يعملها. حتى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأنت سيدنا إبراهيم، وحتى كلمة لم يكن
ولم يكن من المشركين دي. لم يكن من المشركين في اللغة العربية إن المباني والمعاني إذا الكلمة زادت مبانيها تزيد معانيها. يعني لو الكلمة عدد حروفها كبير يبقى معناها كبير، إذا زادت المباني زادت المعاني، إذا قلت المباني قلت المعاني. بمعنى مثلا زوجتك في البيت بتطبخ وتيجي عايزة تشيل غطا الحلة، بتشيله كده مرة واحدة على طول ولا بتلمسه الأول كده تشوفه إذا كان سخن ولا شيك كده لو التشيكة دي اسمها مس. يعني لما تعمل كده بسرعة كده دي اسمها مس. ليه؟ أقل درجات التلامس. طيب لو في حاجة مثلا انت رايح تشتري قماش فعايز تختبر انه رفيع تخين خشن ناعم، لما تمسك كده تبقى اسمه ايه؟ لمس، زودت لام، يبقى كده الفعل اقوى. فسيدنا ابراهيم ايه بقى اللي رابط ما بين الاثنين؟ ان لما نفى الله عنه الشرك قال ولم يكن، حذف الحرف، كان الفعل يكون. فهنا 4 حروف، لو حطيت لها لم هنا جازمة يبقى بتحذف حرف واحد بس اللي هو ايه؟ حرف الواو اللي هو الحرف الضعيف. فتبقى لم يكن، زي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لما تحذف يا راجل حرفين وتخلي حرف، انت كراجل انسان مسلم يعني كراجل لغة عربية، انت مفروض لو حذفت حرفين ده معناه ان مفيش حاجة تتحذف تاني. يبقى ده اقل ما يوصف به انه الشرك ده ما هوبش ناحيته. نبي الله ابراهيم ابتلي في السراء والضراء وفي المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي الحلال وفي الحرام، ابتلي فيها كلها. ما فيش حاجة في حياة سيدنا إبراهيم ذكرت إلا ابتلي فيها. قول لي كده إيه مكونات حياة سيدنا إبراهيم وهقول لك ابتلاءه كان فيها إيه. أبوه ابتلي في أبوه، أهله ابتلي في أهله، قومه ابتلي في الحكام الظلمة اللي كانوا أيامه ابتلي فيهم، ولاده ابتلي في أولاده، زوجاته كلهم تزوج في سارة ابتلي فيها في مصر، تزوج هاجر ابتلي فيها في مكة. هو كده، هو حياته كلها كده. فكان بيعمل ايه؟ بيتخطى. ودايما هتلاقيه بيقول ايه؟ يعني مثلا لما ابتلي في قومه عملوا ايه؟ اوقدوا له نار قالوا القوه في الجحيم فارادوا به كيدا. ايه اللي حصل؟ ربنا قال ايه؟ فجعلناهم الأسفلين سبحانه وتعالى، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني طب إيه اللي حصل؟ ما تقعد عزيز بقى معزز ومكرم بس ما فيش إيمان، ما هم كفر لسه. عمل إيه؟ خلاص وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو رب عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فلما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ليه؟ لأن هنا كان مجتمع فاسد. فبشرناه بغلام حليم. ربنا سبحانه وتعالى بشره بإسماعيل إنه خلاص سيقيم المجتمع الجديد بإيه؟ بجيل جديد، دم جديد يحمل لواء التوحيد علشان يبني بيه الملة، لأن هو كانوا ما فيش غيره هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. فبيقول إيه؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام إيه؟ حليم. طيب خلص الموضوع؟ لا، الغلام الحليم بقى ده يعني هو ابتلي في الكفار فنجح، وفي الابتلاء بتاع النار فنجح، وفي أبوه نجح، وفي قومه نجح، وللملك الظالم نجح. لما بيقول له أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، نجح. ولما راح بسارة إلى الملك الظالم أيضا في مصر معايا نجح، وخد هاجر ومشي. خلص الموضوع؟ لا لسه. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. فسيدنا إبراهيم نجح في دول كلهم؟ لا لسه. هتبتلى في زوجاتك وهتبتلى في أولادك. طب ما أنا ابتليت فيهم فعلا يا ابني. الابتلاء ده أساسا مستويات ليفلز. أنت ابتليت في سارة مع ملك ظالم، سيدنا إبراهيم ابتلي في سارة في ملك ظالم فأخذ هاجر، فتعود إن البلاء يجي له معاه الفرج. طيب وبعدين لا، هاجر بقى اللي خدتها دي رخرة تبتلى بها في مكة وتسيبها. أنت عارف أنت لما يكون واحد مبتلى والناس كلها عارفة المبرر للبلاء كلنا مرتاحين، لكن لما يكون واحد بس هو اللي شايل الموضوع كله، هو اللي شايل الليلة كلها. يعني هو خدهم لمكة وفي حتة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس ولا حد معاهم، وبعدين يسيبهم. هي تقول له طب فهمني، طب إيه اللي حصل، طب إيه اللي هيحصل، وتعترض طريقه وتلاحقه. ما جاوبهاش غير على حاجة واحدة وبكلمة واحدة، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. هي بتدور على المصدر، هي عمالة تقول له إلى من تتركنا، إلى كيف تتركنا في هذا الوادي حاجة. وهو عنده الابتلاء نوعين. يعني سيدنا إبراهيم في الموضوع ده ابتلاءه مرتين، ابتلاءه إنه ابتلي فيهم، وابتلاءه إنه مش قادر يبرر. ما ينفعش يبرر. لو قاعد يقول لهم اصبروا يا جماعة ده الأكل جاي والخير جاي وربنا هيفتح عليكم ما تقلقوش لا، هو وكلهم إلى دينهم. أصل أنت لما بتبرر الناس صورتك بتتحسن شوية قدام الناس. يعني ما هو برضه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر. لا ده البلاء كامل. سيدنا إبراهيم شايل الليلة كلها عليه السلام، شايل الموضوع كله. فابتلي يعني هو مبتلى في أولاده، مبتلى في نفسه.
ان هم ينظروا اليه على انه طريقهم، وانه مقصر، وانه هيسيبهم في حته هم. لكن لما امتثلوا، ولما عظم امر الله عظموه. هم نفسهم بداوا مستواهم يطلع لفوق. طب ازاي؟ طب ليه؟ ما هو مش معقول مع حكمته ومع علمه ومع صلاحه ومع كذا، وانه امام الانبياء، اكيد في حاجه ورا الموضوع ده. قالت الله امرك بهذا؟ راحت بقى لله. قال نعم. قالت اذا فلن يضيعنا، ما دمت انت وكلتنا، ما دام الموضوع مش بيننا وبينك، ما دام الموضوع في حق في من هو اكبر من هذا، فخلاص. فشوف عمال يهجر 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 يهجر. فنبي الله ابراهيم ابتلاءاته كلها كانت مستويات، كل ما يخلص مستوى يجي مستوى. وده لعله في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ولا حاجة أمر بيها إلا عملها، ولا شيء ولا ابتلاء مر بيه إلا نجح فيه. فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفعلا بقى أولاده بعد كده هم الأنبياء والأولياء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان شعاره إيه؟ لن يعطلني عن الله أحد. مفيش حاجة هتعطلني عن ربنا أبدا مهما كان. لن يعوقني عن الوصول إلى الله أحد.